السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن في زراعة خضروات أو الجرجير، خضروات لرمضان. هذا البذور بهذه الطريقة حبينا نشارك معاكم. رمضان يا أبو أحمد إقبال، وليش يعني الجرجير مرغوب في رمضان؟ لأنه ما بش لديه رائحة كريهة مثل القشر. ايوه، يعني هذا الكراء، الثومة، البصالة. الله يدي لك جرجير احسن لك. يعني هؤلاء ليش مكروهات؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكلهن لمن اكل ثوما او كراثا فلا يقربن مسجدنا هذا. فاحنا نقوم الان بزراعة الجرجير والبقدونس والكبزرة، محاصيل بديلة. نعم بديلة، وفيها فوائد للكلى، يعني فوائد ما شاء الله. كيف انت دكتور؟ يعني الواحد تعلم، ولا نخليه مهر نديهن كلهن. بسم الله الرحمن الرحيم.